اللي هقوله ده عمري ما حكيته لحد. كل مرة افتكره جسمي بيقشعر، وخصوصا آخر دقيقة حصلت فيها المواجهة. كانت الساعة 2:30 بالليل. رقم غريب اتصل. رديت وانا فاكرة انها مكالمة غلط، بس اللي سمعته ما كانش صوت حد، كان صوت نفس مش طبيعي. نفس تقيل فيه زي تكسير، كأنه صدر حد مريض واقف جنبي. قلت: مين؟ لو بتستهبل اقفل. مفيش رد، بس النفس قرب لدرجة إني حسيته إنه على رقبتي. قفلت بسرعة، ومعداش 10 ثواني ووصلت رسالة: وشك وانتي واقفة في الضلمة شكله مش زي ما الناس شايفاه. ساعتها حسيت إن في حد فعلا شايفني. بصيت حواليا، البيت عتمة، وأنا الوش الوحيد اللي ظهر من نور الموبايل. كنت لسه باخد نفسي ورسائل ورا بعض بتوصل: خرجي للبلكونة، أنا مستني. أنا ما طلعتش. قفلت الإضاءة ودخلت أوضة الولاد أتأكد إنهم نايمين، وهم نايمين فعلا. بس لما جيت أرجع للباب سمعت نغمة رسالة جديدة. كانت صورة متصورة دلوقتي ومن زاوية أعلى، كأن في حد واقف فوق سرير بنتي. قلبي وقع، وقبل ما اتحرك بعتلي رسالة تانية: ما تبصيش وراكي. طبعا أول حاجة عملتها إني بصيت، مفيش حد، بس الباب بتاع الأوضة بدأ يقفل ببطء من غير ما حد يلمسه. صرخت بأعلى صوتي وجريت على الصالة، والموبايل رن في إيدي برسالة تانية: ليه بتجري؟ أنا أقرب مما تتخيلي. وقبل ما ألحق أرد الموبايل رن مكالمة، والصوت اللي خرج ما كانش نفس، كان صوت حد بيتكلم للمرة الأولى. أنا في الشقة. فضلت ألف في كل الاتجاهات: الصالة، المطبخ، الطرقة، وفجأة لمحت حاجة خلت قلبي يبطل يدق. كان في ظل واقف عند آخر الطرقة، مفيش ملامح، بس طويل وتقيل وما بيتهزش. نورت النور فجأة، الظل اختفى. رجعت ورا بخطوتين والنور اتطفى لوحده. الموبايل رن تاني: ما تدوريش، أنا وراكي. مرة واحدة حسيت بنفس بارد على كتفي. لفيت بكل قوتي، مفيش حد. بس الأغرب إن باب الشقة اتفتح لوحده، وباب الأوضة اتقفل في نفس الثانية. ساعتها اتأكدت إن اللي بيبعت مش بني آدم. رجعت الصالة وأنا مرعوبة، وقبل ما أقفل الموبايل وصلت رسالة تانية: المواجهة لسه ما ابتدتش وما فاضلش كتير. ومن وقتها كل ليلة الساعة 2:30 الإشعارات بتنور، بس الرسايل فاضية. ومع ذلك بحس إن في حد واقف في الطرقة وبيستناني.
لسه ما خلصتش. ودي كانت حكايتنا الليلة من سلسلة خرافات ورا الحكايات. لو عجبتكم الحكاية ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان ما تفوتوش الخرافة الجاي اللي يمكن تكون عن بيتك وانت مش واخد بالك.